ما هو يوم الشك؟ يوم الشك هو اليوم الذي لا يعلم هل هو من شهر شعبان، آخر يوم من شهر شعبان 30 شعبان، أو أول يوم من شهر رمضان. كيف أتعامل مع هذا اليوم؟ أتعامل معه بهذه الكيفية: عندي قضاء عما في الذمة، أصوم هذا اليوم اللي هو مشكوك، ما أعرف هل هو من رمضان أو من شعبان، أصوم قضاء عما في الذمة. ما عندي قضاء، أصوم صوم مستحب، أو أصوم نذر، أنذر أنه يوم غد أصوم، نذر لله علي أن أصوم يوم غد، خلص صار عندي شنو؟ صوم منذور. أو أصوم بنية الأمر الواقع المتوجه إليه. إذا تبين على رأي سيدي السيستاني، إذا تبين أثناء النهار أنه من شهر رمضان، صمت بهذه أحد هذه النوايا. وتبين أنه من شهر رمضان، ما هو الحكم؟ قبل الزوال، بعد الزوال، على رأي سيدي السيستاني تجدد النية ويحسب لك من شهر رمضان. تبين أن هذا اليوم هو من شهر رمضان في الليل، بالليل تبين، يحسب لك من شهر رمضان، ما عندي مشكلة. القضية اللي أأكد عليها: يحرم صومه، لا يجوز صومه بنية شهر رمضان. يعني مو فقط الصوم مو صحيح، لا يجوز. لا يجوز يعني شنو؟ يعني حرام، صومه حرام إذا كان بنية شهر رمضان. شيخنا: وإذا نويت من شهر رمضان وتبين أنه من شهر رمضان، حتى ولو تبين من شهر رمضان فصومك لا يجوز، وهو غير صحيح. بداية النية تكون غير صحيحة إذا نويت أن هذا اليوم هو من شهر رمضان، فأنوي أي نية أخرى غير شهر رمضان. أنا أنصح طبعا بصوم هذا اليوم بنية الاستحباب أو بنية الواجب إذا كان عليك شنو؟ قضاء شهر رمضان.